دلعيهم وابسطيهم يوم الاجازه بقى بحاجه من اللي بيحبوها، او بحاجه من اللي بترطب على القلب كده وبتجلب السعاده. بجد الوصفه بتاعت النهارده كده كلها دلع وروقان كده، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين شكلها. عملت هنا ترايفل المانجا، اذا كان في بايركس على بعضه او في كبات صغيره كده، بألف هنا وشفا. ابسطي بقى الولاد وقومي اعملي لهم حاجه حلوه كده لو انت فاضيه، ولو انت مش فاضيه ممكن تعمليها في يوم الاجازه. بألف هنا وشفا. عملتها هنا بشكلين. هنا عملت الكيكه مع نفسي عشان مش عايزه اطول عليكم الفيديو، بس صبيتها هنا في الصينيه بتاعتنا بعد ما دهنتها شويه زيت وعفرتها بشويه دقيق. خبطتها تخبطتين ودخلتها الفرن لحد ما استوت كده. وده كان شكلها بسم الله ما شاء الله تحفه جميله جدا. هنا بقى قطعتها بعد طبعا ما كانت بردت، قلبتها كده وبعد كده قطعناها. كانت هدت يعني ما كانتش بردت تماما. هوريكم بس ايه يعني هي قد ايه هشه واسفنجيه بسم الله ما شاء الله. مع ان انا مش عاملاها يكون سمكها، يعني انا مش عايزه سمكها يكون عالي عن كده، بس هي بسم الله ما شاء الله هشه وتحفه بجد. بصوا بقى، عايزه اوريكم بعد ما قطعتها قطع صغيره هشه قد ايه وجميله. بألف هنا وشفا. وطبعا الاحرف دي اللي انا ركناها على جنب دي انا بعشقها. اكتر حاجه بعشقها في الكيكه الحروف اللي بتبقى في حروف الصينيه دي. جبت هنا بعد كده كوبايه، نص كوبايه اسفه كريم شانتيه، وحطيت عليها نص كوبايه من الحليب المسقع المتلج، وضربتهم كده بالهاند بلندر. بعد كده جبت عندي نص كوبايه من بيوريه المانجا، ضفتها على الكريم شانتيه بتاعي، ضربتهم كده لحد ما القوام بتاعهم بقى بسم الله ما شاء الله كده. جبت بقى هنا البايركس بتاعي رصيت فيه الكيكه كده، طبقه كده كويسه. ارصها يعني كل البايركس هرصه طبقه كده، وبعد كده هنسقيه بالبيوريه المانجا. طبعا انا كنت جبت مانجا متفرزه، قطعتها قطع مكعبات، وجبت جزء تاني، يعني يعني انا استخدمت في الوصفه كلها 3 مانجات. مانجتين قطعتهم مكعبات، ومانجايه عملتها عصير بيوريه باضافه شويه ميه صغيرين وشويه سكر. بعد كده زي ما انتم شايفين بقى شربت بيها الكيكه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده هوزع بقى على كل كيكه البيوريه بتاع المانجا، وبعد كده هحط قطع من المانجا اللي احنا قطعناها مع بعض. اسفه، قطعتها لوحدي. بعد كده هحطهم كده زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى اقوم جايبه الكريم شانتيه اللي احنا ضربناه، وهحط يعني 3 4 معالق كده على الوش، وبعد كده نفردهم مع بعض. هنحط بقى بعد كده ممكن تحطي طبقة تانية من الكيك، وطبقة تانية طبعا من من عصير المانجا تشربيها بيها. لكن انا طبعا استكفيت بطبقة واحدة، لان البايركس بتاعي مش الاحرف بتاعته مش عالية، فعملت طبقة واحدة من كل حاجة. بعد ما فردت الكريم شانتيه كده عملت روزيتات هنا بالكريم شانتيه برضو، بسم الله ما شاء الله كده بشكل يعني مش بروفيشنال، بس يعني يعني العين طبعا بتاكل قبل البق، فلازم بنعمل حاجة حلوة كده تعجب الولاد وتفتح نفسهم عليها بألف هنا وشفا. بعد كده بقى جبت بقية قطع المانجا فردتها كده زي ما انتم شايفين على وش البايركس بتاعي، ودخليها بقى التلاجة شوية صغيرين بتاع ساعة كده، وبعد كده طلعيها بألف هنا وشفا. قدميها لهم مطرح ما يسري يملي، حاجة كده ترطب على القلب وحاجة جميلة. طبعا كل الولاد وكلنا صغيرين وكبار بنعشق المانجا، وبنعشق اي حاجة داخل فيها المانجا. بعد كده كان عندي صوص فراولة، عملت بيه تزيين بسيط كده، حطيته في كيس تلاجة وعملت بيه تزيين بسيط طبعا عشان بس يبقى جرنشة والشكل نكسر اللون. بعد كده بقى جبت الكوبات الصغيرة دي او البولات بتاعة الايس كريم او الرز بلبن، حطيت فيها برضو قطع من الكيك وشربتها برضو بالمانجا او بعصير المانجا. بعد كده حطيت كريم شانتيه. هنا بقى هعمل طبقتين، لان هنا الكاس بتاعي او القالب بتاع الرز بلبن يسمح ان انا احط طبقتين، فاهمني. حطيت هنا بقى طبقتين من الكيك، وبعد كده سقيتها تاني برضو بالعصير بتاع المانجا، واحط طبقة تاني من الكريم شانتيه واوزعها كده. وبعد كده برضو احط قطع المانجا بقى اللي احنا مستخدمينها اللي هي المكعبات. وبألف هنا وشفا يا جماعة. وصفة سهلة وبسيطة وجميلة جدا جدا. الكبات دي لو احنا هنشتريها من بره الكبة هيبقى بالشيء الفلاني، احنا بنعمل في البيت الحاجة ديت عشان تبسط بيها الولاد. بألف هنا وشفا. وبالله عليكم متنسوش تعملوا اللايك وتعملوا الشير والاشتراك في القناة والمتابعة للصفحة والكومنت الجميل منكم. هنا بقى بصوا البايركس، وهنا الكبات الصغيرة بألف هنا وشفا. عايزه اوريكم بس بسم الله ما شاء الله
لما جينا بقى ندوقها بجد، لما بتتساب في التلاجة ساعة وبعد كده تاكليها تحفة. الولاد نسفوها من جمالها ومن طعمتها، بجد خطيرة يا جماعة، خطيرة خطيرة خطيرة. بألف هنا وشفا يا رب. بصوا الكبات الصغيرة برضو تحفة تحفة، عبارة عن طبقات بقى من اللذاذة ومن الطعامة. بالله عليكم متنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير.